السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم إن شاء الله فطار مصري وشعبي، فطار جميل جدا. وقبل ما أبدأ الفيديو كده يا حبايبي، أتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منه كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك والتعليق حلو منكم يشجعني. أول حاجة بنقول بسم الله. أول حاجة عملتها كنت بسلق البيض، حطيت عليه شوية صغيرين من الملح. خطوة الملح دي مهمة جدا في البيض المسلوق، علشان لما تيجي تقشر البيضة تطلع معاك القشرة بسهولة، والقشرة ما تلزقش في البيضة. القشرة يا حبيبي لما تلزق في البيضة وانت بتقشريها بتعملها شكل وحش جدا، لكن الملح ده بيخليها ما تلزقش خالص وتقشر معاك بسهولة. وحطيت على البيض مية اهو تكون فوق بشوية، وهروح اسيبه على النار. ومعايا برضه لبن زي ما انتم شايفينه كده، كان لسه جاي طازة ساعة الفطار بالظبط، ما كانش لسه اتغلى. وهبدأ احطه على النار عشان يتغلي. اول حاجة يا حبايبي يعني بدأت اجهزها في الفطار، الحاجة اللي بتاخد معايا شوية وقت. ودلوقتي يا حبايبي هروح اجهز معاكم فول بطماطم. اول حاجة عملتها جبت بصلاية وقطعتها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، واروح اولع عليها علشان تتحمر لحد ما تاخد لون ذهبي وجميل. الفول بطماطم بيبقى طعمه حلو اوي ولذيذ على الفطار، وبيعمل طعم للفول مختلف. حطيت على البصلة شوية زيت مناسبين اهو زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي كنت بوريكم اللبن كان بدأ يغلي، والبصلة كان لونها بدأ يبقى دهبي معايا اهو يا حبايبي. وأبدأ أحط عليها التوابل. حطيت على البصل ربع معلقة من الكمون، وربع معلقة من السبع بهارات، وهقلبها فيها كويس لحد ما ريحة التوابل كده تطلع معايا. وفي الوقت ده كنت سبت البصلة تتحمر شوية، ورحت جبت كمية من الطماطم قطعتها مكعبات، كمية طماطم بسيطة كده يعني مش كتير. وهبدأ أضيف الطماطم على البصلة. وبعد ما تضيفي كمية الطماطم اللي معاكي كلها على البصلة، تضيفي عليها شوية من المية علشان تتسبك كويس زي ما أنا بعمل كده بالظبط. تبدأي تخلي النار وسط عليها وتسيبها تتسبك لحد ما تدوب معاكي خالص عشان تعمل طعم حلو للفول. أنا حبيت أعمل معاكم يا حبايبي النهاردة الفطار بتاعي ده، فطار مصري يا حبايبي لذيذ جدا. وأول حاجة طبعا عملتها أول ما قمت من النوم، شغلت القرآن على سورة البقرة وفتحت الشبابيك علشان نور الشمس يدخل البيت وكل الطاقات السلبية تروح من البيت. وقلت أذكار الصباح، حاجات مهمة جدا في يومنا بتخلي فيه سكينة وراحة وهدوء وبركة بأمر الله. دلوقتي يا حبيبي كنت حطيت شوية صغيرين من الملح على الطماطم، واللبن كان في الوقت ده غلى معايا اهو خلاص، وشلته من على النار أول ما يبدأ يفور. وبعد ما شلت اللبن ولعت على الشاي، احنا بنحب دايما الشاي باللبن، بيبقى جميل أوي ومغذي. وفي الوقت ده يا حبيبي الطماطم كانت بدأت تتسبك معايا زي ما احنا شايفين كده. أول ما تبدأ تغلي وتتسبك معاكي تبدأ تضغطي عليها لحد ما تدوب خالص زي ما انا بعمل قدامكم كده. تبدأ تضغطي عليها لحد ما تدوب على الآخر عشان ما تعملش طعم مش كويس في الفول وتبقى باينة فيه. في الوقت ده هتبدأ تظبط الملح بتاعها على حسب ما انت حابة، هي مش بتاخد ملح كتير يعني رشة بسيطة كده خالص. وكنت في الوقت ده يا حبيبي وريها لكم هي تقلت معايا واتسبكت خالص. وهبدأ اجيب الفول واحطه عليها. الفول كنت جايباه جاهز من بره. هبدأ اضيف الفول على الخلطة وهقلبه فيها كويس، وهحطه تاني على النار وهسيبه يغلي معاها شوية. الفول بالطماطم ده يا جماعة بيبقى طعمه حلو بجد قوي، وريحته جميلة جدا، وبيخلي نفسك تبقى مفتوحة على الفطار خالص. دلوقتي كنت قلبت الفول في الطماطم كويس وبدأت احطه على النار وهسيبه يغلي على النار شوية. في الوقت ده يا حبيبي كنت هقلي بيض. هبدأ احط شوية صغيرين كده من الزيت في المقلي واسيبهم يتقدحوا شوية. وحطيت البيض على النار بعد ما الزيت سخن معايا شوية. اول ما تحط البيض على النار والزيت سخن معاك هيبدأ يتعامل معاك بسرعة زي ما انتم شايفين كده. انا جايباه معاكم من اولها موقفتش الفيديو خالص. واول ما حطيته بقى قرص مدور كده على طول. وتبدأي كده تحركي البيض اول ما يتحط في الطاسة علشان ما يلزقش منك ويتحرق. انا بحب اعمل البيض يا حبايبي كده قرص مدور كامل، محبش اخليه مقطع. شايفين بقلبه بالمعلقة بالشكل ده مرة واحدة على الناحية التانية عشان يبدأ يتعمل. تبدأي تقلبيه لما يكون قرص البيض بدأ يجمد معاك وما يبقاش طري علشان ما يتكسرش منك. وبرضه يا حبايبي كنت جايبة طعمية كده جاهزة من برا، وكنت ببدأ اسخنها. بحب اسخنها في البيت بتكون كويسة كمان قوي.
ساعات بتيجي من بره طرية ومش حلوة، وبسيبها كده لحد ما تسخن كويس وتبقى مقرمشة. أتمنى تعرفونا رأيكم في الفيديو، أنا محتاجة دعمكم جدا. ودلوقتي يا حبيبي برضو كنت قطعت طبق بطاطس كده صغير وهبدأ أحمره. البطاطس المحمرة تبقى حلوة أوي على الفطار. البطاطس كانت بدأت تتحمر دلوقتي، كنت حاطة عليها كمية كويسة من الزيت علشان ما تلزقش في الطاسة وتبقى مقرمشة وجميلة. ودلوقتي يا حبيبي البيض المسلوق كان بدأ يغلي اهو، وهبدأ اقفل عليه. اروح اجهز بقى دلوقتي صينية الفطار. كان عندي بسم الله ما شاء الله كده لانشون في التلاجة، جبت طبق وهحط عليه كذا قطعة كده من اللانشون، هحطه برضه على الفطار بيبقى طعمه حلو قوي مع الطعمية والفول وكده. دلوقتي يا حبيبي كنت جهزت صينية الفطار اهو، زي ما احنا شايفين شكلها يفتح النفس، بسم الله ما شاء الله شكلها حلو قوي. والفول اهو كان جاهز معايا، والبيض والبطاطس برضه جبت جبنة رومي وحطيتها. وشايفين قشرت البيض والقشر طلع معايا بكل سهولة، وما كانش لازق في البيض ولا حاجة. ودلوقتي برضه يا حبيبي كنت هفضي الشاي واللبن، بفضيهم كده اخر حاجة خالص بعد ما اكون جهزت الفطار كله علشان ما يبردوش ويفضلوا سخنين. بنحط كمية بسيطة من الشاي في الكوباية، وبنحط الكمية الاكتر باللبن عشان نقدر نستفيد بالفوائد اللبن اكتر. شايفين كده لون الشاي واللبن بيبقى فاتح معاكي ومش بيبقى غامق، عشان بتبقى حاطة كمية اللبن اكتر من الشاي. انا جهزت معاكي يا حبايبي النهاردة فطار بسيط جدا، فطار مصري وجميل وصحي. اتمنى منكم تشجعوني، وما تنسوش تقولولي كلمة حلوة في تعليق، احب اعرف ايه رأيكم. وما تنسوش الاشتراك واللايك عشان يوصلكم ان كل فيديو جديد بنزله. انا محتاجة دعمكم جدا وتشجيعكم ليا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.